السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل أجمل فطار. هنعمل فول بالخل والثوم، ومعانا طعمية المصري اهي، معانا بتنجان هنعمله وهنقليه، وفلفل ألوان وطماطم وثوم وعيش بلدي لسه جايبه من الفرن اهو يا قشطة، عشان دي فطار أجمل فطار هنعمله. ازاي تعملي فول بالخل والثوم والصلصة، او نعمل فول بالصلصة؟ حاجة جميلة. يلا بينا نشوف الطريقة دي هتتعمل ازاي. حلو كده، واحط فص ثوم كده، اختبر بس الزيت بتاعي، ببدأ انزل بالبتنجان. هنعمل اجمل فطار فلافل، فطار مصري، فول بالصلصة او فول بالخل والثوم، حاجة جميلة وحلوة. طبعا هقلي البتنجان ده، وابقوا معانا يا جميل، هنحط دي عشان طربشة. ابقوا معانا. قليت البتنجان، بنحط معلقة زيت كده، انزل بفص الثوم، نقلب يا جميل. طريقة عمل فول بالدقة او فول بالصلصة، فطار ازاي تعملي الفطار المصري، حاجة حلوة. معانا الفلافل، وطبعا انا قليت البتنجان اهو، بسم الله ما شاء الله. اول ما بحط فص الثوم كده قبل ما يخش على الصفار، بنزل بالفلفل الالوان، بسم الله، بقلب. جربي اعملي الفطار ده لاولادك وجوزك وادعيلي. الله على ريحة الثوم لما بتقلي كده على نار هادية، بيديكي ريحة جميلة، طعم اجمل، احلى من طعم البندق وهو بيتحمر. لما تخشي تعملي الفطار، هو مش واجب بس عليكي، اعمليه بحب، والله العظيم هيبقى يوم سعيد عليكي انت وولادك. تمام يا قشطة؟ طريقة عمل فول المصري بالصلصة او بالتخديعة. تمام. اتبل بس الفلفل ده، ابقوا معانا. اول ما بلاقي الفلفل بتاعنا كده بدأ يدبل، بروح نازل عليه بالطماطم، بسم الله ما شاء الله، واقلب. اديله نص معلقة ملح ابيض كده حسب كمية الفول اللي موجود. بديله معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون. طريقة عمل الفول بالصلصة او فول بالدقة، واديله سنة شطة، يعني ريحة شطة، ومش تنسي ان ولادك هيفطروا من الفطار، يعني ما تكتريش منه. وهو على الوضع ده بديله معلقتين خل كده. جربي الطريقة بتاعتي دي، هتاكلي صوابعك وراها. نقلب يا جميل علشان الطماطم تدبل بتاعتنا. هي دي الطريقة، يعني ابسط ناس تقدر تعمل فول بالصلصة، فول بالتخديعة، فول بالتسبيكة. طريقة عمل الفول المسبك، هي دي الطريقة، مش اكتر ولا اقل. وانا بحب اعمل الاكل، احط المقادير اللي موجودة في اي بيت. تمام كده.
ابقوا معانا جميل. كده الثوم بتاعنا بدأ يدبل. تمام يا قشطة. بنزل بالفول المدمس. بسم الله. بسم الله. دي الفول بتاع ازاي تعملي فول بالصلصة زي المحلات او زي المطاعم. طريقة عمل تسبيكة الفول المدمس بالخل والثوم انا وريتها لكم اهي. كل الموضوع انك انت بتسيبيه حوالي دقيقتين 3 كده، وبتحط علشان حطينا الفلفل والفول، وعرش معلقه خل كده هيديكي طعم مزز وحلو وجميل. كده الفطار بتاعنا خلص. الفطار المصري اللي موجود في كل بيت داخل مصر. الحمد لله نعمة ربنا كبيرة، بس المهم انك انت تفنني في الاكل. الاكل عبارة عن فكرة، عملت الفكرة يبقى اصبحت طبخ. المستقبل يعني البنات هتبدأ تعملها على طول. تمام يا قشطة. كده الفول بتاعنا خلص. هبدأ اعمل الدقة بتاعت البتنجان المقلي، الدقة بتاعته. وكده الفول، طريقة عمل الفول بالدقة او فول بالتسبيكة او فول بالصلصة زي المحلات. شايفين الجمال والريحة. تمام. يا ريتكم كنتوا معايا، كنتوا تفطروا معايا. يعني ليا الشرف ان كنتوا تفطروا معانا الفطار المصري الجميل. يا جميل. ادي طريقة عمل فول بالصلصة او فول بالتخديعة. الفول المصري الجميل بتاعنا حاجة جميلة وحلوة. بسم الله ما شاء الله. تمام. ايه رأيكم؟ طريقة جميلة وحلوة. ادي فول بطريقة عمل فول بالصلصة زي المحلات او فول بالتسبيكة. تمام. كل عليها هعمل بس التخديعة اللي هي بتاعت الفول بتاعت البتنجان المقلي. هعمل له خل وتوم وفلفل اخضر. تمام. جانا اهو يا شباب. تمام. معايا ليمونه، وادي الدقه اللي هي بتاعت دقه التوم. دي توم وفلفل وملح وكمون. بعصر حبايه نص فص ليمون كده عشان يبقى مززه وحلوه. تمام اهو. حاجه جميله. اعملي الدقه دي. الدقه دي عملتيها تاكلي بيها اي حاجه، يعني ممكن تغمسي بيها عيش حاف. كل عليها احط معلقه خل عليها وابدا ارش. هقلبها بس تقليبه كده اهو. كلكم شطار وعارفين الطريقه. كل اللي عليها هاخد بقى ابدا احشي بيها ايه؟ البتنجان بتاعنا الجميل ده اهو. ازاي تعملي الفطار المصري في 3 دقايق؟ يعني حاجة جميلة. طريقة عمل الفطار المصري مش هياخد معاكي حاجة. احلى اكلة الواحد يدوس فيها بالعيش البلدي ما تجيبيه من الفرن الصبح، بيبقى جميل وحلو كده. تعملي الفطار ده جميل قبل ما يجيلك العيش من الفرن، وبالهنا والشفا عليك. تمام. يا رب تكون الفطار عجبكم، مع ان انا كنت اتمنى يعني تفضلوا معانا. والواحد بيفرح لما بيلاقي حد بيفطر معاه. تمام يا قشطه. كده طريقه عمل الفلافل المصري. كل اللي عليا ان انا هاخد دي كده يا جميل. هنشيل ده بقى من هنا، هنحط دي مكانه اهو. ادي الفطار بتاعنا الجميل، الفطار المصري. ربنا يديم علينا وعليكم نعمة السعادة يا رب والقبول.
امان عليكم. لو عجبتكم طريقه الاكل بتاعي دي دوس لايك يا جميل. وبعدين انت ما بتدوس لايك، اللايك بلاش مش بفلوس، تمام؟ في سبيل انك انت بتحفزني او بتدعمني. الكلمة الطيبة بتأثر فيا كتير يعني. شكرا لكل اخواتي اللي بيتفرجوا على القناة بتاعتي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طريقة عمل فول بالخل والثوم او الدقة، او طريقة عمل فول بالصلصة. ومعانا الفلافل هي الطعمية المصري، ومعانا دقة الثوم، ومعانا البتنجان المخلل اهو، طريقة عمل البتنجان المخلل. ومعانا العيش البلدي اهو، العيش المصري الجميل. وهنشوفكم، هتوحشونا اما نشوفكم الحلقة الجاية في رعاية الله وأمنه. يا أحلى أخوات ليا عرفتها على اليوتيوب. مع السلامة.